الاعضاء بينهم وبين بعض للاسف الخلاف لا يكون داخل يعني المفروض يكون داخل الغرفات المغلقه او الحجرات المغلقه، لكن الاختلاف بيبقى على في الخارج، او بيكون هناك بعض الاعضاء بيتصلوا بجهات إعلامية ويكون في أسرار طبعا داخل المجلس بتنقل، وده بيخلي شكل المجلس في عيون محبيه أو أعضاء الجمعية العمومية بشكل كويس. لكن أنا لا أختلف أن الموجودين ناس أفاضل وناس على خلق طيب، وهم من المجتمع الإسماعيلي اللي احنا وضعنا ثقتنا فيهم. ومجلس النادي الإسماعيلي مجلس منتخب بعد فترة من المجالس معينة طويلة جدا، وأنا شايف إن إيجابيات المجلس أكتر من السلبيات. الإيجابيات بتتمثل في وصول النادي الإسماعيلي إلى مباراة فاصلة مع الأهلي، وصول المركز الثاني، وصول دور الثمانية في البطولة الأفريقية. دي نتائج إيجابية في حق المجلس. السلبيات بتنحصر في المشاكل اللي بين أعضاء المجلس. والله انا شايف المجلس الفتره اللي فاتت ديت بعد جلسه سياده المحافظ اللي هو عبد الجليل الفخراني بدا يسير على الطريق الصحيح. استفاد من اخطاء الماضي. بداوا يقعدوا مع بعض ويحلوا خلافاتهم داخل الغرفه المغلقه. الخلافات والاختلافات في وجهات النظر مش عيب، بس لما بتطلع خارج الغرفه المغلقه وبتوصل لوسائل الاعلام، توصل الشارع الاسماعيلاوي، فبتكبر. اللي كان الواضح ان كان في خلافات شخصيه وكان في مشاكل كتير بين الاعضاء على حاجات كانت بتضر بالنادي الاسماعيلي، ولما هم بيتكاتفوا بنلاقي النادي الاسماعيلي بيتقدم في الدوري، وكان بينافس السنه اللي فاتت وبينافس السنه دي. هم بس شويه ان هم يلموا على نفسهم. هم المجلس الوحيد اللي كل اخبارهم في التلفزيونات، هم المجلس الوحيد اللي كل اخبارهم في الجرايد. لو هم تكاتفوا مع بعض وكان في تفاهم بينهم، النادي الاسماعيلي هيستفاد. سلبياتهم كتير. اخرها كانت امبارح في مساومه حسني عبد ربه في التجديد. عشان يجدد حسني عبد ربه، عشان تاخد مستحقاتك لازم تجدد للنادي الاسماعيلي ب 2.5 مليون جنيه في الموسم. انا ما اعرفش اللاعب سعره بيعلى ولا سعره بينزل، ولكن ده اللي حصل مع حسني عبد ربه. معتصم سالم خلاص بيعه، اعتقد ان هو انتهى. النادي الاسماعيلي اتفق مع نادي الزمالك ب 2 مليون ونص. كل يوم طالعين في مكان يعملوا مشكله، شكل ليهم دعوه فريق الكوره ومش دعوه فريق الكوره. المفروض ان هم يهتموا مثلا بتنميه فريق الكوره، يهتموا بتنميه موارد النادي، بدل ما يهتموا مثلا ببيع دوت، باعاره دوت، بالناشئين، الكلام ده كله. المفروض يهتموا يعني بحاجه معينه اللي هي تفيد فريق الكوره، مش حاجه تشتت فكر فريق الكوره وحاجه تشتت دماغ اللعيبه والكلام ده كله.